ازاي نطلع طالب من المدرسة ياخد 10,000 دولار بدل ما ياخد 10,000 جنيه؟ حاجات بسيطة جدا ان انا اعلمه كودينج. جاب في الثانوية 51% وحمم بيته من ذهب وثروته وصلت ل5 مليار دولار. أسرار عن رجل الأعمال محمد فاروق بطل شارك تانك. أصحابه بيدلعوه بحمادة، وجيهان السادات أنقذته من الضياع بعد ما فشل في الثانوية العامة وما كانش عارف يدخل كلية بسبب مجموعه. لكن فجأة الولد الفاشل في الثانوية بقى ملياردير، وكل الناس بتتكلم عنه وبتسأل من الراجل الجميل اللي خطف الأنظار في برنامج الشارك تانك. تعالوا عشان تعرفوا قصة حياته. اسمه محمد فاروق، وناس كتير ما تعرفش ان ابوه رجل الاعمال المشهور فاروق عبد المنعم، اكبر تاجر للاخشاب. كمان ابوه كان عمدة المصريين في ليبيا، ووصلت ثروته وقتها ل 300,000 دولار. من هنا رجع مصر وفتح موبيكا، اكبر شركة للاساس. نروح بقى لحكاية تحول حمادة من طالب فاشل في الثانوية لانجح طالب من ضمن 1000 شخص في اكبر جامعات امريكا. فجأة طلب من جيهان السادات تساعده عشان يدرس في امريكا، وفعلا حققت طلبه ودخل اكبر الجامعات، ومن هنا كل حياته اتغيرت. وبعد ما رجع من امريكا ابوه قال له مش ناوي تتجوز وتعقل بقى، عاوزك تستقر عشان تشتغل معايا. وتمر الايام ويختار له عروسه ما كانتش على البال ولا على الخاطر، وهي نيفين بنت الصحفي ابراهيم سعده رئيس تحرير اخبار اليوم. الغريب في الموضوع انها كانت جوازة صالونات، لان نيفين ما كانتش بتخرج من البيت، وفعلا اتجوزوا وخلف منها 5 اولاد، نادين ونور ودينا ومحمد وفاروق. محمد فاروق قرر يعيد نفس سيناريو ابوه عشان يجوز ابنه فاروق لخديجة بنت رجل الاعمال ياسين منصور ويعمل فرح، ووصل سعره وقتها ل 30 مليون جنيه. نرجع بقى لقصة محمد فاروق، اشطر واغنى رجل اعمال في مصر اللي جنن المصريين بصفقاته في برنامج الشارك تانك بعد ما وصلت لمليار جنيه. حمادة زي ما اصحابه بيندهوله بدأ مشواره في ليبيا بعد ما رجع من امريكا عشان يأسس فيلا خاصة طلبها القذافي عشان يقابل فيها الرئيس حسني مبارك. الصدمة في الموضوع انه تعرض لمواقف صعبة بعد ما بات في السجن عشان يخلص الفيلا في 15 يوم، وفعلا قدر يحقق المعادلة الصعبة. ومن هنا كل حاجة اتغيرت، وبدأ ينفذ البيزنس على ارض الواقع ويدخل في كل الشركات ويحقق ملايين الدولارات. بعد فترة قرر يصنع كراسي السيارات لجنرال موتورز. مش كده وبس، ده كمان وصل لأكبر شركات السيارات في العالم، وكانت الصفقة الأكبر هي تصنيع كراسي السيارات لمرسيدس، واللي اعترفت إنه أقوى رجل أعمال في مصر بعد صفقة التسليم. لكن ما وقفش حمادة عند شركة موبيكا، ودخل في كل الصناعات منها الأساسات وشركة التكنولوجيا، وكمان من أهم اهتماماته التعليم. المفاجأة كانت دخوله البرنامج الشارك تانك بعد ما كان رافض الموضوع عشان مش بيحب يظهر في الإعلام، ورغم استثماراته اللي بالمليارات ما كانش حد يعرفه لحد ما ظهر على الفضائيات مع أكبر 5 رجال أعمال في مصر اللي دايما بيوصفوه بحوت الصفقات. حمادة قرر إنه يعيش مع أولاده في نفس الكومباوند الشهير بالم هيلز، وبنى قصر وصل لسعره 50 مليون جنيه وحماماته المعمولة بالذهب الخالص. بس الناس كلها مش مصدقة الكلام اللي بتسمعه عنه لحد ما طلع وقال بنفسه أنا بحب الانبساط والفرح، عشان كده تلاقيني بسهر كتير. لكن سهراته مش أي سهرات خالص، وكل خروجاته مع عمرو دياب وابو هشيمة، وبيحب يسمع كل اغاني الهضبة. رجل الاعمال محمد فاروق قرر انه يقدم نصائح للنجاح والصعود للقمة لاي حد محتاج انه ينجح او يأسس شركة، وكانت من اهم النصائح انه بيصحى بدري جدا وبيشتغل اكتر من 10 ساعات ومش بيحب النوم الكتير. كمان قرر انه يفتح مدرستين، واحدة امريكية والتانية بريطانية، عشان يأسس جيل جديد من رجال الاعمال الناجحين. رجل الاعمال محمد فاروق قال ان عنده استثمارات في كل دول العالم ومش بيعتمد على مصر بس. كمان اكد ان اهم استثماراته خصصها في التكنولوجيا بعيدا عن شركة موبيكا، وبيقول ان اهم شرط للشراكة عنده هو ان الشخص اللي قدامه يكون صادق ويقدر ينجح شركاته. ومن اهم قواعد حياته اللي دايما بيقولها ان الفلوس مش كل حاجة، وان الدماغ هي الفلوس الحقيقية.